هو الموضوع رخم ودمه تقيل، ولكن لو انت عندك الدهون بالشكل ده مش بالشكل ده، للاسف لازم تعمل الاتي علشان تعرف تتخلص منها. والفيديو ده بعمله بعد ما لقيت ان طريقه التخسيس اللي انا قلتها في الفيديوهين اللي فاتت ممكن ما تبقاش ملائمه لمعظم الناس، فقلت نغطي الموضوع بشكل اشمل للناس اللي عندها النوع ده من الدهون. واه يا جماعه الطريقه دي ما اعتقدش ان كل الناس عارفاها، لاني ما لقيتش حد بيتكلم عنها قبل كده. وفي نفس الوقت انت لازم تعمل سيف للفيديو وتكمل للاخر علشان تستفاد بكل حرف. واعمل دلوقتي منشن لصاحبك اللي محتاج يسمع الكلام ده. وفي البدايه لازم نعرف ازاي نفرق بين الاثنين. يعني انت لو عندك دهون بالشكل ده هتجمع ايدك عليهم وهتلاقي ملمسهم غير الدهون العاديه، وهتحس ان في تكتل كده. حلو كده، حلو. الحل ايه بقى؟ عندنا في الدهون العاديه بتبقى طريه، ودي حلها زي ما قلت قبل كده تمرين وتغذيه. حلو الموضوع. انما بقى التانيه اللي بتبقى متليفه او مكلكعه هي تاخد وقت اطول شويه بالنظام والتمرين، وده طبيعي. ولكن للاسف ممكن التغذيه والتمرين ما يجوش حل معاها، فنخش على حل تاني واللي هو ان احنا لازم نروح لدكتور جلديه. ممكن نعمل كمان جلسات تفتيت دهون. ليه دكتور جلديه؟ علشان ممكن يبقى فيه مشاكل هو ادرى بيها كدكتور يعني. وفي النهايه لو حسيت ان الموضوع كبر منك او كبر عليك ومش عارف تعمل اللي انا قلت لك عليه بالظبط، ممكن تكلمني واتابع معاك اونلاين واختصر عليك كل الكلام ده، وابعت رساله وانا هرد عليك باذن الله واقول لك هنعمل ايه. سلام.